اسمع مني الموقف ده اللي حصل معاك ومعايا مع كل الناس. تيجي فجأة متحمس وتقول هبدأ دايت وهروح الجيم وهكسر الدنيا وهبدأ كورس البرمجة. أول أسبوع بيكون شغل جبار، أسبوعين بالكتير والحماس ده كله اختفى ولا كأن حاجة حصلت. المشكلة مش في البداية، كل الناس بتعرف تبدأ بس المشكلة في الاستمرارية. الخلاصة إن النجاح مش محتاج إنك تعمل حاجة كبيرة مرة واحدة، ولكن إنك تعمل حاجات صغيرة باستمرارية. المشكلة لا بنطفي بسرعة كده، في كم سبب كده لازم نحط ايدينا عليهم الأول. أول سبب إنك بتبدأ ب200% طاقة، بتبذل مجهود جبار في أول كم يوم عشان عايز تشوف نتائج فورية، بتصرف البنزين كله في أول لفة وبتيجي في نص الطريق بتلاقي نفسك مخنوق ومش قادر تكمل. تاني سبب التوقعات الخرافية، انت فاكر ان بعد اسبوعين دايت هتخس 10 كيلو، ولما النتيجة دي ما بتجيش بتزهق وبتقول لنفسك المجهود ده ملوش أي لازمة. تالت سبب الملل والظروف، هتيجي أيام هتكون زهقان فيها ومش قادر تكمل، هتيجي أيام هيكون عندك مشاكل أو ظروف مش هتخليك تعرف تذاكر أو تشتغل. لو مش عامل حسابك على الأيام دي هتوقف اللي بدأته. ورابع سبب إن مفيش نظام واضح، بتشتغل بعشوائية، هذاكر لما أبقى فايق، هروح الجيم لما الاقي وقت. طول ما الموضوع سايب كده عمرك ما هتستمر. الواقع النفسي والسلوكي، بصراحة كده احنا كبشر دماغنا عايزين مكافأة دلوقتي حالا. لما بتعمل حاجة صعبة زي المذاكرة أو التمرين النتيجة بتيجي بعد فترة طويلة. لما بتفتح فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك النتيجة بتيجي فورية، فدماغه بيقارن بين الاتنين ويقول دي تتعب نفسك في حاجة نتيجتها هتيجي بعد شهرين لما ممكن انت تكافئ نفسك حالا. اللي عايزك تفهمه إن الاستمرارية مش موهبة ولا حظ، الاستمرارية دي عادة. زي ما أنت متعود تغسل سنانك أو تشرب قهوة، فالعادة دي محتاجة صبر عشان تتحول من حاجة أنت بتفكر فيها لحاجة أنت بتعملها وأنت مغمض. وقبل ما نكمل ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نكمل. أهم فقرة في الحلقة، الحل. الحل مش إنك تشحن حماسك، الحل إنك تبني نظام يخليك مكمل غصب عنك. وأول حل ابدأ بخطوة تافهة، ودي أهم حاجة. بلاش تبدأ بقوة، ابدأ بخطوات بسيطة. لو انت عايز تروح الجيم ساعة بس ما تقدرش على الساعة وعارف نفسك ان انت مش هتقدر عليها، قول انا هروح نص ساعة بس. بدل ما تاخد كورس كامل في يوم واحد اللي اكيد مش هتعمله، خد كل يوم درس. الهدف انك تكسر حاجز البداية. لما تبدأ بالخطوة الصغيرة دي غالبا هتلاقي نفسك كملت بعدين. وتاني حل، ثبت وقت ومكان، ما تخليش الموضوع سايب، حدد بوضوح كل يوم بعد صلاة العصر هقعد على مكتبي نص ساعة اشتغل على المشروع شوية. التحديد ده بيخلي الفعل عادة ثابتة. سامح نفسك وكمل. يوم ما رحتش في الجيم، يوم نمت وما تعلمتش حاجة، عادي جدا. البطل مش اللي ما بيقعش، البطل اللي بيقع وبيقول تمام يوم ضاع بس بكرة هرجع أقوى. تابع التقدم، هات أجندة أو نتيجة حائط وكل يوم تنجح فيه في الخطوة اللي انت حاططها اعمل علامة صح كبيرة كده. لما تلاقي نفسك عملت سلسلة أيام ورا بعض عقلك هيتحفز إنه يكمل ومش هيرضى يكسر السلسلة دي. الاستمرارية معناها إنك تفضل مكمل حتى لو مش شايف نتائج حاليا. النتائج بتيجي بعدين وبتيجي من التكرار. روح شوف الهدف اللي في دماغك دلوقتي عشان تحط له أول خطوة صغيرة ونضمن استمراريتك. سلام.